لو قدامك تختار ما بين اقوى لاعب في حدث دوري الابطال ايدن هازارد او الايقونات الاستثنائيه رونالدو الظاهره او الثنائيات الافضل جابريال باتيستوتا اللي لسه نازل، هتختار مين؟ مهما كان ايه اختيارك بس انا هختارهم كلهم، بدايه من حدث دوري الابطال اللي انا محتاج اختمه تماما عشان اقدر اجيب الشاره واحطها في التشكيله بتاعتي وارجع لل 125 ونزل لنا فيه ايدن هازارد اللي بيوصل 122. ايوه احنا لسه مكملين في الاوفر ده شهر كمان، ما كنتش متوقع الصراحه اطول اوفر في اللعبه، لكن ان شاء الله نجيبه وينضم للتشكيله. وكاريجر اللي بيوصل 122 ما كنتش عايزه، لكن اول ما شفت الصوره اللي على الكارت قلت لازم اجيبه وينضم هو كمان للتشكيله. واهم حاجه ان انا اجيب كل اللعيبه في حدث دوري الابطال عشان اقدر اجيب الشاره ونختم حدث البطوله اللي برشلونه ان شاء الله يكسبها. ومش كده وبس، في حدث الثنائيات الافضل عندنا جابريال باتيستوتا محبوب الجماهير في لعبه اي فوتبول، دلوقتي نزل لنا لاول مره في اف سي موبايل، فان شاء الله هنجيبه لاول مره وينضم للتشكيله. وبكده هنكون ختمنا الحدث ده بلاعب واحد بس. والحدث الثالث اللي هو الصدمه، الايقونات الاستثنائيه اللي نزل لنا فيه روبرتو كارلوس، استام، باتريك فيرا، جينولا، ماتيوس. الست لعيبه دول ان شاء الله كلهم ينضموا للتشكيله بتاعتي، لكن بالنسبه لي اهمهم هو رونالدو الظاهره. وبكده عندنا 3 احداث كل واحد فيهم ليه ميزه. حدث دوري الابطال هيوصلني ل 125، الثنائيات الافضل لاعب اول مره ينزل في اللعبه، والايقونات الاستثنائيه لانهم استثنائيين. فكام لاعب هنقدر نجيبه من اللي موجودين دول؟ وهل هنقدر نقول ان احنا ختمنا ال3 احداث؟ وهل هنقدر نوصل لل 125 النهارده؟ لكن انا عايز كل واحد حالا يضغط على زر لايك المره دي، تحدي بجد 100,000 لايك في اقل من اسبوع، لان المره اللي فاتت وصلنا عدد كبير من اللايكات تقريبا 53,000 لايك، لكن الطموح كان الضعف. فانا عارف في ناس كتيره دلوقتي ما بتحبش تضغط على زر لايك، اضغط دلوقتي. و45% منكم مش مشتركين في القناه، فخلينا نعمل تحدي ل 10,000 مشترك. المره اللي فاتت وصلنا 2000 مشترك بس تقريبا، والطموح كان اضعاف، فخلينا نعمل التحدي المره دي 10,000 مشترك و100,000 لايك. لو عملناها الاسبوع الجاي على طول هنزل لكم فيديو. وخلينا نبدا على طول، يلا دي التشكيله اللي احنا هنبدأ بيها بإجمالي 59. هل في يوم واحد بس نقدر نوصلها 118 فما فوق؟ ده اللي احنا هنشوفه من غير اي معززات. وقبل ما حدث دوري الابطال يبدأ باكجات الايقونات الاستثنائية كانت هتختفي، فخلينا على طول من اول مرة نجرب يجي لنا رونالدو الظاهره. يعني نشوف شكل الباكج. شكل الباكج ده بقى قديم قوي، هولندا سي ام، هولندا 113 وكده، حدث قديم تمام. طب خلينا نجرب هنا. محتاج جينولا اقوى جناح شمال في اللعبه، فييرا محتاجه في الارتكاز، استام محتاجه في الدفاع. خلينا نشوف هل في واحد منهم ممكن ياتي. فرنسا اللي دبليو 115 سنتي ماكسيمم تمام. خلينا نروح لرونالدو الظاهره. هل سياتي رونالدو؟ اوكي استنى، اسبانيا لا، حدث الكبد 115 بيدرو. هات لنا 50 قصيمه. عايز اقول لكم ان اغلى لاعب في اللعبه دلوقتي هو رونالدو نازاريو، واصلا مش موجود في السوق، بيتباع باكتر من 10 مليار كوين كاغلى لاعب، واول لاعب يوصل لل10 مليار اصلا. فييرا هو ثالث اغلى لاعب في اللعبه ب9 مليار. ستام هو الرابع، والثاني هو مبابي الالتيميت. ماتيوس في المركز السابع كاغلى لاعب، وروبرتو كارلوس في المركز العاشر. فطبعا لازم يجي لنا اغلى لاعب في اللعبه فوق ال10 مليار كوين ومش موجود اصلا، رونالدو الظاهره. حدث الكبد ماشي. جيرفينو حاليا. هل هيجي لنا جينولا او ستام او باتريك فيرا؟ ما اعرفش اصلا شكل الوك اوت. حدث التيم اوف زاير تمام. كيميتش. رونالدو الظاهره ان شاء الله يا رب. اوكي اتغيرت. برازيل استي ايكون رونالدو الظاهرة 117. انا مش مصدق نفسي. على طول اول واحد واغلى لاعب في اللعبة. كان نفسي شعار اللي هي غير قبل المقايضة دي تكون مش موجودة، بس الحمد لله اغلى لاعب في اللعبة بيطلع لنا. اكيد نشوفها تاني. برازيل استي ايكون رونالدو نازاريو 117. طبعا هتهن للتشكيله، فرونالدو نازاريو ينضم
الى التشكيله وخلينا طبعا نطوره. 118 19 20 21 22 رونالدو الظاهره. عنده المراوغه او البدني او الرأسيه، هزوده في المراوغه عشان يبقى خفيف اكتر، وهنقل له كل نقط التدريب. الظاهره وصل 191 سرعه، 190 تسديد، 190 مراوغه، 5 نجوم قدم ضعيفه، 5 حركات مهاره، 6 سمات، وفي الملعب عالمي، وكمان عنده يحاول التغلب على ما يستطيع التسلل، زائد ان هو اغلى لاعب في اللعبه. والكارت بتاعه لريال مدريد لسه معايا. طبعا الكارت الجديد متفوق بكل حاجه لانه اعلى في الاوبر، بس مش بيتفوق بكتير، لا بيتفوق نسبه قليله في كل حاجه، يعني التسديد ناقص 1 بس. لكن لسه لم ننتهي، عندنا هنا باكج 115 ل 117 زائد 1000 ماسكرانو، وعندنا مين؟ كانتي ال 116. لكن حاليا لسه في جينولا، فييرا، ستام، ماتيوس، روبرتو كارلوس. خلينا نشوف هل سياتي لنا جينولا. خلاص عرفت شكل الوك اوت، مش هو ولا هو؟ لا مش هو. 115 اللي بعده، هل سياتي لنا الجينولا؟ هو فرنسا، سي ام ايكون باتريك فييرا ال 117. ده لما يقف في خط النص انسى انك تعدي، خلاص هو ده اللي هيقف في خط النص معايا، ومش هيعدي اي حد. هيقف جنب خلت، هو وخلت هيقفلوا خط النص خلاص. هو لوحده بس اللي طلع، ماشي ما عنديش مشكله. خلينا على طول نجيب فييرا للتشكيله ونوصله لاعلى اوفر 122، وهزوده في الادراك، يعني هو حلو في البدني وكده كده مش عايز يراوغ، وزودناه خلاص في كل حاجه. وباتريك فييرا سرعته مش سيئه 169، تسديده سيء الصراحه مش هيسدد، والباقي كويس، بس في الدفاع حسيته ممكن يكون اكتر. مش عارف هل في الملعب هيكون احسن فييرا؟ هل انا غلطت لما انا طورته؟ مش عارف، بس فييرا في الملعب بيبقى مختلف لانه 192 سم طول حارس مرمى، وبكده جبنا 2 لعيبه من الاقوى. ولسه فاضل لنا جينولا ال 117، روبرتو كارلوس هولندا، سي بي على طول، هيرو، ستام ال 117. 3 لعيبه من اللي كنا عايزينهم كلهم جم، هما ال6 عايزينهم. ستام 117 بياتي على طول. خلينا نجيب على طول ستام ينضم للتشكيله ونطوره برضو لاعلى حاجه 122. وستام انا هخليه الرأسيه عشان لما يجي له اي كوره محدش يقدر عليه، وبرضه طورناه على الاخر. هنا بقى 211 دفاع، سرعه 161، مش اسرع حاجه، ما عندوش سمات نهائيا. هل انا غلطت؟ ممكن اكون غلطت مش عارف، لكن معانا دلوقتي 3 لعيبه من الاقوى. مش كده بس، انا هعمل مقايضه دلوقتي لكل اللعيبه ال 113 وال 114 لانهم كتروا عندي خالص، وهنشوف جمعنا كام توكن من ال 114 وال 113. بس جمعنا 415 توكن، ولسه معانا كل دول موجودين، وحاليا نقدر نستلم المكافأة دي 115 ل 117. بسم الله. 116 115 لسه ماشي. هات لنا حاليا هل سياتي لنا روبرتو كارلوس؟ بسم الله، ان شاء الله ياتي لنا روبرتو كارلوس. يلا 113. خلاص تقريبا الفلوس قربت تخلص. بسم الله يا رب. مش عارف فيه والله ما عارف فيه. 114 ثابت زر. حاليا 116 ل 117 زائد 30 قسيمه زائد 2000 ونص اسكرانو. 117 اكيد هنا. 117 مالديني، بس انا عندي مالديني تخيل. الاختيار طبعا هيكون للنجم الشاب نيكو باز، ياتي الينا دلوقتي. خلينا نجرب في جينولا لعل وعسى، ممكن. يا عم حدث الكاب الثاني، روبرتو كارلوس او ماتيوس، واحد من الاثنين. المانيا، سي دي ام ايكون ماتيوس ال 117. لكن مش عارف هطوره ولا لا، ما طلعش روبرتو كارلوس معاه، بس طاقاته جامده، قدره تحمل 5. لكن خليه برضه ينضم الى التشكيله. مش عارف اطوره ولا لا لان انا معايا خلت ومركز تاني يا اما فييرا يا اما ماتيوس، وانا طورت فييرا. فهل اطور ماتيوس ولا لا؟ قولوا لي تحت في التعليقات، هل ماتيوس يستاهل ان اطوره ولا فييرا احسن؟ اللي مخليني متردد شويه ان فييرا هو ثالث اغلى لاعب في اللعبه، ماتيوس السابع تقريبا. يعني فييرا اغلى بكتير، وكمان حتى لو بصيت فييرا بيتباع عند
مليار و400، ماتيوس بيتباع عند 7 مليار و800. فاتوقع والله اعلم ان فييرا احسن، هو مش الثالث في اللعبه من فراغ. طيب هل سياتي لنا جينولا؟ جينولا لو جالي 100% اطوره. خلينا نشوف. لم ياتي. فاضل 2 بس، جينولا وروبرتو كارلوس، كل واحد موجود في باكج. فخلينا نجرب. بسم الله. جينولا ولا لا؟ جينولا مش جينولا، حب برازيل. استي النجمه 113. صراحه جينولا اجمد، فانا هكمل على باكج جينولا. هختار جينولا على روبرتو كارلوس. يلا. لم ياتي جينولا لكن لن نستسلم. يلا بسم الله ان شاء الله. يا حدث الكبد المره الثانيه ان شاء الله ياتي الجينولا، مش الطموح. المره الاخيره في الغالب، المره الاخيره ان شاء الله تكون المره الاخيره. الكاب الثاني. اوكي فاضل 25، فلازم نخلص الباكج ده. بسم الله. هي هولندا. هولندا 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 هولندا. فشلنا ان احنا نجيب روبرتو كارلوس وجينولا. جينولا ممكن نواسي نفسنا ان هو ما عندوش سمات صانع العاب، بس حرفيا مفيش حتى مهاره برعه، مفيش اي حاجه. فرونالدو الظاهره كان احسن، ممكن نواسي نفسنا بده. ستام للاسف ياتي الينا مكرر، وهندخله في المقايدات. وفي لعيبه كتيره هنجيبها من المقايدات، لان لحد دلوقتي انا معايا 1350 توكن، 204 قصيمه، وقربنا من ال 100 مليار. لكن اللعيبه اللي من الاسبوع اللي فات لسه مش عايزه تتباع، فجت لي فكره احنا هنشيل ألابا، هنشيله خالص. وجيت ببص عشان اشوف مين فيهم اللي بيتباع، ما عرفتش، مش عارف احدد مين فيهم اللي بيتباع اصلا. معايا 7 دافيد ألابا، 7، لكن اطمنت ان هو ده، فانا هزوده في التصنيف 117 دلوقتي. واطمنت ان ده بيتباع وبيتباع ب 700، فهنبيعه على طول. واللعيبه دي كلها استنيت اسبوع عشان يتباعهم، ولا واحد اتباع. لكن ألابا اتباع في ثانيتين عشان طورته بس. خدنا على طول 700 مليون وقربنا من ال 100 مليار. لكن اللعيبه ال 114 ما اقدرش اعمل معاها كده، لازم استنى سعرها ينزل. وبكده نقدر نقول ان احنا ختمنا اول حدث. يعني مش قوي، لان جينولا وروبرتو كارلوس ما جبناهمش، لكن جبنا اقوى لاعب موجود اللي هو رونالدو الظاهره. فنقدر نقول ان احنا ختمنا الحدث الاول، الايقونات الاستثنائيه. فاضل 2، واحد منهم هيوصلنا مره تانية لل 125. فخلينا نبدا حدث دوري الابطال. يلا. وانتهى حدث الاساطير الدوليين، وبدا حدث دوري ابطال اوروبا اللي النجم بتاعه هو هازارد وكاريجر بس، ومترجمينه لحدث الحالمون في UEFA. الحدث مش كبير، في ماتشات قليله. عن الماتش ده في اسطوره جديده للبايرن ميونخ اسمه ماكاي، وهنلعب ماتشات دوري الابطال اللي هتكون موجوده في ربع النهائي زي البايرن والريال، ليفربول وباريس. وبناء على لعبنا هنجمع نقط ناخد بيها واحد من ال3 لعيبه دول. تخيل شاوميني اخره يتطور ل 117، ده في حاله ان الريال كسب ماتش والريال عمل شباك نظيفه. يعني قابلني هيتطور ل 117. عندنا تياجو ماشي، الواد الصغير بتاع الريال يكسب الريال، ماشي الريال يكسب كده طبيعي، ممكن يكسب ياخد -1. انما اللاعب ده يسجل او يمرر هدف قصاد بايرن ميونخ عشان يتطور ل 117، انسى. طب ليمار يعمل ايه؟ ليمار برضه البايرن يحافظ على شباك نظيفه، مستحيل. يعني في ماتش زي ده مستحيل. وهكذا في كل ماتش عاملين نفس الفكره. لو خدت لاعب من ال3 دول من لعبك بس مجانا، ودي الحاجه الحلوه الوحيده ان هو مجانا، اللعيبه دي ممكن تتطور. عندنا فيرمين لوبيز، فيران توريس، ولينورمان. فيران توريس لازم يسجل او يمرر. فيران توريس حاسه احسن حاجه. فيران توريس ممكن يسجل عادي قصاد اتلتيكو مدريد وبرشلونه يكسب الماتش بتاعه. وبرضه دي لعيبه ارسنال وسبورتنج لشبونه، وهم اكتر لعيبه امنه، لان ارسنال بيمر بفتره كويسه دفاعيا وهجوميا بعيدا عن الماتش اللي خسره قصاد مانشستر سيتي. والشكل اتغير بقى كله دوري ابطال اوروبا. فالحدث ده معمول اكتر للناس اللي مش بتشحن بس. كان ممكن على الاقل يوصلوا اللعيبه اللي بتتطور دي ل 118، لو حصل حاجه زياده يوصل 118 حتى لو الحاجه دي صعبه. انما اخره 117 ماشي،
انا هتقبل لانهم مجانيين، فالعبوا الحدث، ركزوا على افضل اللعيبه اللي ممكن تعمل الحاجه المتطلبات فعلا، وفي نفس الوقت اللاعب ده يبقى كويس. لكن اللعيبه اللي موجوده هنا مش بتتطور، اللعيبه اللي موجوده هناك بس هي اللي بتتطور. وموجود معانا كاريجر وهازارد، لكن انا نيتي ان شاء الله ان احنا نختم الحدث كله، لان انا عاوز الشاره توصل لاعلى حاجه. فخلينا على طول 10 لعيبه داخلين ب 214 قسيمه، وصلت حاليا ل 30. بسم الله. مفيش ووك اوت جديد، نفس الووك اوت اللي معمول من سنه، ما تهزرش. بيلينجهام ماشي بس نفس الووك اوت. ماشي. في عندنا هنا مقاعد بدلاء، على الشمال مقاعد بدلاء دي اتوقع اختلاف، والارضيه برضو اختلاف، بس في بجد يعني نفس الووك اوت. انا فاكر، لو انتوا فاكرين الووك اوت اللي كان موجود من سنه في حدث دوري الابطال، هو نفسه، هو بالظبط. دوري الابطال ده نفسه هو الفريق اللي كان بيشتغل على الشكل الووك اوت والحاجات الحلوه اللي كانت بتحصل دي. الفريق ده ما عادش موجود ولا ايه؟ لان الباكجات بقت كلها نفس الحاجه. احنا لو رحنا لحدث الثنائيات الافضل اللي عايزين منه باتيستوتا، الباكج ده بقى بيتكرر برده كتير. الحلو في اف سي موبايل انهم كانوا بينوعوا في الباكج، بيعملوا لها مره كذا مره كذا. لو الباكج بتاع الثنائيات الافضل ده من سنتين ولا من سنه، كان عمل بقى حوار اللي هو الثنائيات واتنين لعيبه مع بعض وجاب تاريخهم كله. انما دلوقتي في بجد ما عادش في، بقى في تكرار في الباكجات بشكل كبير. السنه اللي فاتت كان احسن بكتير في كل حدث. حدث رمضان انتهى برضه، ما عادش موجود. حدث رمضان كان اطول حدث موجود. انا زهقت من حسن، انا زهقت من شعار ليون يا حسن. ادوني 5000 جوهره خلاص يا حسن، خلاص يا حسن. ده ايه ده بجد يا جدعان؟ والله انت متخيل ان كل دي طلبات صداقه حسن باعتها؟ انا يعني لو نزلت للسنه الجايه حسن باعت طلبات صداقه بقد شعر راسي بجد. في يا عم ايه ده بجد؟ يعني ايه ده؟ ما بيخلصوش اهو، ما بيخلصوش. نهار ابيض، يعني ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ طيب ما بيخلصوش. انا قاعد بلف بقالي سنه اهو، الجهاز علق صدقني اهو. ايه يا حسن ولسه مكمل؟ ما اعرفش، مشكله كان مفيش اي خيار في اللعبه اخفي الاشعارات. مفيش اي خيار في اللعبه اخفي الاشعارات. عمال ادور من امبارح مفيش. كل ما افتح اللعبه حسن عمال يتك. خلاص بجد يا عم، خلاص. المشكله لو انا قابلته، يعني لما انا قابلت المره اللي فاتت، هو بقى خلاص انا هعمل كده وغيره هيعمل كده، وانا بقى مش هعرف العب اللعبه، مش عارف العب، مش عارف اقعد. والله انا عشان تعبت بس انا مش هعمل كده تاني. اهو يا حسن اهو، خد يعني. لقد قمت بقبول دعوه الصداقه. ماشي. نفسي ابعت له رساله، يعني عايز ابعت له رساله. حسن اهو مفيش، ما اقدرش ابعت له رساله. انا حاسس دلوقتي هيبدا يبعت لي ماتشات. يا ربي طلع لي زياد. الله زياد مش هيحله كمان. انا ثابت زر الوحيد اللي اتباع في ال 114، الباقيين مش عايزين يتباعوا، فجاب لي 800 ووصلت 85 ونص. حاليا هنكمل في حدث دوري ابطال اوروبا، وصلنا ل 60. في الغالب مفيش حاجه طلعت. برتغال كام؟ سبورتنج لشبونه، برونو فرنانديز القديم ولا بيدرو؟ نفتح واحد كمان، يلا بينا. وصلت ل 85، عماله تزيد بالبطيء. برتغال كام؟ برضه برونو. طب نروح للثنائيات، ممكن يطلع لنا، جاب لنا برضه حاجه من الحليمون. ماشي. اللي دبليو اشبيليا، بقالي كتير ما شفتش اشبيليا. سانشيز برضه بقالي كتير ما شفتش سانشيز. طيب خلينا نروح هنا تاني. وصلت 135، بتزيد بالبطيء خالص. انجلترا كام؟ ريال مدريد برضه جود بيلينجهام. احنا عندنا كذا مستوى من الشارع، احنا وصلنا للمستوى 3، لما نخلص نروح للمستوى 4، ولما نخلص نروح للمستوى 5. كل اللعيبه اللي موجوده كلهم على بعض 16 لاعب بس، انا جبتهم من اصل 56. فعشان اقدر اختم الحدث لازم اجيب ال 56 لاعب. خلينا نكمل اللي بعده. ما زادتش اصلا يعني. برتغال برضه نفس اللعيبه تاني، مش عارف ايه. نروح للثنائيات. تاكين جابرييل باتيستوتا. فارجنتين برتغال كام؟ هيرو روي كوستا، صح؟ روي كوستا 116. طيب اللي بعده من دوري الابطال وما عادتش بتزيد، ما اعرفش ليه. المانيا سي بي بايرن ميونخ. هل هو بيتباع؟ مش بيتباع. 113 كمان. اللي بعده وزادت ووصلت للشاره اللي بعدها اللي هي 500. مين اللاعب اللي طلع؟ نيجيري استي جالاتا سراي اتلتيكو لوك مان 115 اللي هيلعب قصاد برشلونه. طيب نروح للثنائيات تاني، محتاجين علم الارجنتين. ارجنتين فرنسا 113. اللي بعده وصلت ل 60. هل هنقدر نختمها النهارده؟ مش عارف. سيمان
لوكمان مرة تانية، لوكمان. اللي بعده وصلت ل 125، وده معناته اسبانيا. اللي بيه برشلونة بالدي 115. والله بالدي شكله حلو، بس الفكرة ان هو حتى لو برشلونة كسب، حتى لو برشلونة عمل اي حاجة، هو مش هيتطور. وسرعته 147، والله بالطاقة اللي هو معاه 115، فهو سرعته جامدة جدا. حاليا هيطلع لنا كاريجر يا هازارد يا الهيرو اللي ما بحبوش ده السويدي، يا اما كيميتش. واحد من دول هيطلع. ووصلنا 205. بسم الله. السويد كام؟ الايكون اللي مش الهيرو اللي مش بحبه، مش عارف ليه يعني، دايما ما بحبوش خالص، بس ماشي. اللي بعده وصلنا 285، ولسه في بعدها يعني مستوى كمان. المانيا سي دي ام بايرن ميونخ كيميتش ال 116. نروح للثنائيات. محتاجين جابريال باتيستوتا عشان نقدر نختم حدث الثنائيات الافضل. برازيل ار دبليو، ريال بيتيس انتوني. اللي بعده من دوري الابطال وصلنا 345. بسم الله. هولندا سي ام برشلونه 115 فرانك ديون. طيب الثنائيات ماشي 113. تخيل بقى فاضل معاه 14 قسيمه بس. 14. بالدي وبيلينجهام تاني. اللعيبه عماله تتكرر. بالنسبه لحدث الثنائيات الافضل هنجيب جابريال باتيستوتا من هنا على طول. بسم الله. هيرو او جابريال باتيستوتا، لان انا قلت ان انا لازم اختم الحدث ده، فعلى طول هات لنا الجابريال وخليه يجي وينضم للتشكيله. يطلع لي فرانكي ديونج بيتباع ب 2 مليار و400، بس في الغالب مش هيتباع، في ناس كتيره بتبيعه دلوقتي. عملت برضو مقايضه للعيبه اللي معايا وجبت 280 توكن. وصلنا تاني لل 1180. حاليا نرجع تاني للباكج ده. هل هتزيد؟ ما زادتش، مش عادتش، عايزه تزيد فوق شمال معرفش ليه. طيب اللي بعده زادت حاليا 365 بالبطيء بالعافيه. برتغال كام؟ 114. زادت ل 370 لان انا جبت ماسكرانو. طيب خلينا نجيب تصريح النجم الخاص بدوري الابطال ونستلم كل حاجه. في عندنا كلوزا موجود متطور ل 120. استلمنا حاجات كتيره جدا، بس مش من ضمنهم كلوزا. لسه كلوزا قدام، لو دخلنا وطلعنا. الماني طه برضه ماشي بس بيتباع. كلوزا لسه قدامه حبه حلوين، لسه في ال50. انا موجود حاليا في ال32. خلينا نفتح الباكج ده ونشوف هل هتزيد. وصلت ل 375. اورجواي سي ام فالفيردي اراوخو 114. طيب اللي بعده ما زادتش نهائيا، نفس اللعيبه. اللي بعده ولا اي حاجه، نفس اللعيبه. فاضل واحده وهيجي حاليا المفروض لاعب، يا اما يكون لاعب مكرر مش عارف. ما تقوليش السويد يا عم انا مش عارف ايه الحدث ده بجد يعني، مقارنه باللي قبله واللي قبله. لا ده كان اللي قبله كان احسن بكتير، واللي قبله كان احسن بكتير اللي هو تيم اوف زهير. انما مش فاهم ايه ده المفروض الحدث الرئيسي. وصلنا 475. يلا بينا. انجلترا سي بي كاريجر الصحفي، بطاقة الصحفي ال 117. الحاجة الوحيدة اللي عايزان ياخد الكارت ده ان هو واقف ماسك المايك. شكل الكارت جامد. خلينا على طول نجيب كاريجر وندخله للتشكيلة. لكن هل هطوره؟ خلينا نشوف طاقاته. 133 سرعة، 147 دفاع، كويسة. بس مش عارف برضو، قولوا لي في التعليقات هل اطور كاريجر ولا لا. حاليا فاضل ايدن هازارد ولعيبة كتيرة 115. زادت، وصلت بقى خلاص التالتة والاخيرة، اخر واحدة 1700. تخيل 1700. مين؟ انجلترا سي. ما تقولش لا ده بيتباع. طيب لا ما حد. الاتنين في باكج واحد. طب كنت حتى تجيب هازارد وتحطه هو جنبه. طب ليه كاريجر احسن منه؟ نهار ابيض. هازارد وكاريجر الاثنين في باكج واحد. لا 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 بجد. يطلع لنا كمان كيميتش ومكرر. خلاص كده في الغالب باقي اللعيبه موجوده ما عادش. انا كده ختمت الحدث خلاص. عملنا الثلاثيه اللي موجوده، عملنا كاريجر وهازارد والهيرو. ادونا 3000 جوهره، واللعيبه اللي فاضله كلها موجوده جوه الحدث نفسه. كل اللعيبه دي انا تقريبا شفتها جوه الحدث نفسه. فاحنا جبنا كل لاعب نقدر نجيبه حرفيا. كلوزا برضو موجود في تصريح النجم. كل اللعيبه دي موجوده اللي انتوا شايفينهم قدامكم كلهم دلوقتي موجودين هنا، لان هنا لوحدها فيه 12 لاعب في
في الحته دي بس. وحتى اللعيبه ال 115 الموجوده هنا كلهم جبتهم، بالدي، لوكمان، بيلينجهام، ديون. ال 114 برضو جبتهم، ال 13 نفس الكلام. ففي معاها توكن كتير مش عارف اعمل بيها ايه، فخلينا نعمل مقايضه للعيبه دي. وصلنا 120 توكن. لا وعندي كمان شويه لعيبه كمان 115 كتير، 116 برضو كتير، و117 حتى ممكن اعمل لهم مقايضه زي كاريجر اللي لسه طالع لي، ليفاندوسكي. فقولوا لي برضو اعمل ايه تحت في التعليقات. انا مش محتاج اقايدهم دلوقتي الا لو انا احتاج. معايا 1300 توكن، هستنى بقى اللعيبه الجديده في دوري الابطال تنزل اروح اجيبهم على طول. لكن حاليا في معزز دوري الابطال اللي المفروض اخده عشان اتطور ابقى 125، ما اقدرش اجيبه لو عملت ايه باللازم دلوقتي. فاضل 1625 نقطة، 1625 نقطة بحاله عشان اقدر اخد المعزز اللي يوصلني لل 125 مرة تانية، ومستحيل اقدر اعملها دلوقتي. فانا كل ما لاعب قوي ينزل في دوري ابطال اوروبا اقوم رايح اجيبه بالتوكن، كل ما لاعب دوري اقوم رايح اجيبه بالتوكن. لكن حاليا خلينا نجيب هازارد الى التشكيلة ونطوره كمان. هازارد 118 19 122 ايدن هازارد، وهزوده في التسديد طبعا، ونطور هازارد للاخر. ولو حطينا معزز دوري الابطال فهازارد اصلا هيزيد في التوازن والتسديد البعيد والتمرير القصير لوحده. وهازارد سرعته وصلت 201. كريستيانو رونالدو من اسرع اللعيبه في كريستيانو رونالدو فلاش باك 199، امبابي الالتيميت 196، رافينيا التيميت 200. هازارد سرعة تاريخية، 201 سرعة، 187 196 مراوغة، وجوه الملعب خفيف جدا. فخلينا على طول نضيف ايدن هازارد. ستام رونالدو الظاهرة باتريك فيرا، واول واحد هينضم للتشكيلة هو باتريك فيرا، ومش عارف اضيف مين ولا مين، بس الصراحة صعبة. لكن ستام هينضم بدلا من مالديني، مش متاكد، مع ان مالديني احسن منه في كل حاجه، مش عارف. برضه فان دايك احسن منه في كل حاجه، هنجربه. رونالدو الظاهره بدلا من كيليان امبابي، برضه مش متاكد. انا مش متخيله. تخيل ده شكل التشكيله الرئيسيه، دخلنا 3 لاعبين اساسيين النهارده، وده شكل الاحتياط. انا مش متخيل اصلا ان ده شكل الاحتياط، يعني كل اللعيبه دي تنزل اساسي بالراحه، كلها كانت اساسيه اصلا، مفيش حاجه تانية نعملها. ده هو احتياط الاحتياط. 7 لعيبه 122 منهم 2 مكررين، ديمبلي وفيتينا. فاضل بس حاجه واحده نعملها، واحده بس، ان احنا نوصل 125، وده مش هقدر اعمله نهائيا. حتى لو انا عايز لازم استنى الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده لعيبه دوري الابطال تنزل عشان اقدر اوصل لل 1700. طبعا ما تنساش ان احسن انجاز في حياتك هو انك تحافظ على صلاتك في وقتها. فربنا يثبتكم جميعا. ولو انت وصلت للحظه دي من الفيديو فاكيد انت ضغطت على زر اللايك والاشتراك، ولو ما ضغطتش لحد دلوقتي فراجع نفسك، يعني اضغط عليهم دلوقتي. واليوتيوب بيقول ان الفيديو ده هيعجبك جدا، ليه ما تتفرجش عليه من هنا.